إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية في الحقيقة ينبغي أن تفزع كل مجترئ على مال اليتامى، وينبغي أن يعلم هذا الذي اقتحم هذه العتبة واجترأ على أن يأكل مال من لا كاسب لهم ومن لا ناصر لهم إلا الله، فإنه مهدد بهذا. وكم يجيئني من واحد يقول لي عمي أخذ مالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العم والد، مفروض أن أولئك الأيتام لما فقدوا راعيهم عائلهم أباهم ينبغي، وإذا لهم أعمام إذا فقدوا أبا واحدا أن يجدوا آباء متعددين فيسطو الأقربون يسطون على مال من؟ هؤلاء الصغار. تموت الأم يسطو خالها على مال، يسطو أخوها. إنما يأكلون في بطونهم نارا